الكهف ده بتاع وادي الملوك بيتكلم عن فكرة ما بعد الحياة، بداية الرحلة من أول ما يتقفل عليه المقبرة والناس تروح وهو يبدأ الرحلة بتاعته. رحلة الحياة دي في مصر القديمة بدأوا يحكوها لنا على 9 كتب، 9 كتب مقدسة. كل كتاب فيهم بيتكلم عن جزء من الرحلة بتفصيل أكتر شوية. بدأت منين؟ بنصوص الأهرامات، كانت أول مرة يتكلم فيها بشكل مجمل إيه اللي بيحصل لما الإنسان الروح بتاعته بتبدأ تاخد رحلتها للعالم التاني. بعدين حبوا إن هم يدعموا الكتابة بشوية رسومات، فظهر عندنا في الدولة الوسطى كتاب اسمه ميجات وات سيني، كتاب الطريقين. ميجات معناها كتاب، وات معناها طريق، سيني يعني 2، كتاب الطريقين. ونصوص الاهرامات كان اسمها سفرة حتبت، اللي هو الانتقال الامن، ازاي ترتحل من هنا لهنا بامان. الكتاب بتاع الطريقين ده بدأ يترسم لنا على مجموعة من التوابيت الخشب في البرشا في المنيا، دولة وسطى، عبارة عن طريقين، واحد شكله لبني والتاني شكله اسود من تحت. اقول لكم تشوفوا فين العرض التفاعلي بتاعه. شايفين الشاشة الاولى اللي في البليفز من فوق هنا، الست اللي بتبقى راكبة مركب وبتعدي في طريقين، سماوي وطريق ارضي. فده كان اول تصوير للموضوع، ان انت هتعدي من الطريق ده للطريق ده وما بينهم بحيرة النار، ولازم تعدي من عليها بسلام بالحكمة وبالعلم وهكذا. بعدين في الدولة الحديثة ظهر الكتاب بتاع برئم هيرو، الخروج الى النور او الوصول الى النهار. وبعد كده بدأت الكتب ايميد وات، العالم النجمي، البوابات، الكهوف. فبدأت تظهر البوابات، الكتب اللي بتشرح بتفاصيل اكتر. المصري القديم قسم النجوم لنجوم فانية ونجوم ابدية. الفانية اللي هي النجوم العشريات اللي هي اسمها الديكانز، مجموعة نجوم بتظهر 10 ايام وتختفي، 10 ايام وتختفي. وفي النجوم الأبدية اللي هي اسمها إخموسك، الأبدية أو التي لا تغرب أو اللامعة إلى الأبد. والنجوم دي اللي هي اسمها النورثن ستار، نجوم الشمال، اللي هي بتبقى في نص الدايرة بتاعت الأبراج، ما بتختفيش خالص، لامعة طول السنة. فهو عايز يعيش جوه نجمة من النجوم دي. وهنا يحضرني مشهد جميل جدا من فيلم لايون كينج، الأسد الملك.